السلام عليكم. طبعا موضوع الساعة اليومين دول هو قانون الإيجار القديم اللي هيتعرض على مجلس الشعب أو اللي ابتدى من امبارح عرضه. طبعا أنا متابع بصراحة بجدية الموضوع ده، لأني أنا من سكان وسط البلد في حسب القانون القديم. هو أنا ليا بس سؤال نفسي حد يفيدني فيه، لو من السادة الأفاضل المحامين أو اللي عندهم فكرة. هل حكم المحكمة الدستورية اللي طلع اللي هم بيجروا جري دلوقتي عشان ينفذوه، هل هو الحكم ده طلب منهم طرد المستأجر بعد مدة معينة؟ طيب أنا عايز أعرف يعني الكلام المزوق اللي طالعين منهم امبارح. وزير كان بيتكلم مع لميس الحديدي وبيطمن الناس وإن مفيش حد هيطرد. إزاي مفيش حد؟ يعني إحنا هنقف جنب الناس ونجيب لهم شقق. طالما الدولة حنينة قوي علينا كده، طب ما كانت عوضت الملاك مثلا عن الفروق. المالك اللي قاعد النهارده زي ما بيطلع في التعليقات لما بنزل فيديو عن الموضوع ده يقول لك اصلك عايز سحت وعاجبك والكلام السخيف اللي بيتقال ده. طيب ما هو حضرتك لازم تفهم ان انت كمالك وانا كمستاجر احنا الاتنين مضرورين، احنا الاتنين الاسعار اكلتنا، احنا الاتنين مش هتكفينا اي فلوس هتيجي مع الغلاء المستمر للاسعار. المادة اللي في القانون بيقول لك طب بعد 5 سنين، طب طالما انت ناوي تطردني بعد 5 سنين بتعمل زيادة إيجارية ليه من وحد أدنى لمدة 5 سنين؟ إيه الفكرة يعني؟ مين اللي وضع القانون؟ هل المحكمة الدستورية اللي وضعت القانون ولا الحكومة؟ أنا اللي فاهمه إن الحكومة هي اللي وضعت مشروع القانون ده. إمتى وإزاي؟ طبعا هو قاعد يقول لك لما نطمنه وإحنا هناخد بالنا وهنراعي. أنا شخصيا ما اكدبش عليكم يعني مش مستريح للكلام ده، لان ما شفتش حاجة بتيجي من الحكومة يعني حلوة لغاية دلوقتي لصالح الشعب، بل بالعكس. يعني انت النهاردة هو قانون يعني هو اللي ساكن دلوقتي في اي حتى قانون قديم. احنا مع الزيادة ماشي عشان سيادة الاحفاد بتوع الملاك، لان مفيش ملاك اعتقد دلوقتي من اللي مأجرين باسعار قديمة اللي بيقولوا عليها دي، فاحفادهم. فحتى مهما زادت الزيادة لما يبقى كام وريث هيوصل له كام الواحد نصيبه في الشهر، بس حقه ماشي. الناس لما اتعاقدت ايام زمان كان في دولة وفي قانون محطوط والناس مشيت حسب القوانين اللي كانت موجودة، فما تجوش تتهموا بقى ايه النهارده امتداد عقد الايجار. طيب ماشي يا سيدي بتدي كل واحد حقه، طب ما تزود الايجار. ايه فكرة الطرد؟ هل حكم المحكمة الدستورية بيفرض ان يتعمل القانون بالطرد بعد مدة معينة؟ لكن الراجل امبارح الوزير بيتكلم على لميس الحديدي وزير الشؤون النيابية